الخبير الاقتصادي الأستاذ نادر العبيد دائما تقدم كل ما هو جميل ومميز للأمانة، وشفناك في أكثر من مقابلة في تلفزيون دولة الكويت يعني، وهذا شرف لنا، ودائما نستمتع في الحديث معك ونستمتع في المعلومات اللي تقدمها لنا. مشكورين على الاستضافة والله يعطيكم العافية. ودائما بصراحة قاعد نشوف أن تلفزيون الكويت متنوع، وحنا وجودنا بس دائما من منظور اقتصادي، وهذا شرف لنا نحن نكون موجودين حواليكم إن شاء الله. كل الشكر وكل التوفيق لكم أيضا. الله يسلمك. لازلنا مستمرين معكم مشاهدينا في فقراتنا لهذا اليوم. كيف يمكن أن يكون لقطعة تاريخية قيمة مادية، فما تحمله من تاريخ وذكريات أغلى بكثير؟ بالضبط يا أماني، ومن هدية يعني الأمانة تحولت إلى فكرة متحف يضم ما شاء الله كنوز التاريخ في دولة الكويت حبيبة، وفي تراثنا العريق والكثير، وعلى مدى ما شاء الله 20 عام طبعا أصبحت هذه الهدية يا أماني لكل الأجيال.